هحكي لك النهارده عن واحدة من أصعب المداعك اللي عدت عليا في تربية الفراخ. مدعكة لو ما كنتش مثبت فيها دماغي كان كل القطيع اللي عندي ضاع، ولما أقول لك كل القطيع يبقى هو ده راس مالي. لو أنت داخل براس مالك كله زي أبو أنس وما عندكش الخبرة الكافية اعتبر إن أنت اتكلت على الله، يا إما تبقى معانا يا إما تبقى مع الأسف. الدنيا عندي في العنبر كانت هادية وثابتة لحد ما في يوم من الأيام جت موجة حر، طبعا في مصر كلها، رفعت الحرارة عندي 5 درجات زيادة فوق الطبيعي. ولما أقول لك 5 درجات زيادة فوق الطبيعي لمدة 6 أيام متواصلة اعرف إن الكوليستيريديا والإيكولاي والسالمونيلا كله ده هينشط عندك. في ظل ظروف ال5 أيام وال5 درجات الزيادة دول لا تهوية نفعت ولا مراوح لحقت ولا سقوة روت. مراوح يا أبو أنس؟ مراوح سقف؟ لا، الهواء المباشر ده يأذي معاك الفرخ. كان تكييف صحراوي بس موقف الغاطس بتاعه، كان عبارة عن تقليب هواء يوصل لي أكسجين لنقطة ميتة عندي في العنبر. البكتيريا الانتهازية ظهرت في ظل الحرارة العالية دي اللي هي الإيكولاي والكوليستريديا والسالمونيلا، كل أنواع البكتيريا الضارة ظهرت عندي في العنبر. السبل قلبت ريحة زفرة، اسهالات شكلها يخوف. اول مره في حياتي قابلني شكل الاسهالات دي. طبعا لو ما كنتش مثبت دماغي في اللحظه دي وعرفت الاسهال ده بتاع ايه والاسهال ده بتاع ايه والاسهال ده بتاع ايه، كانت زمان الدنيا عندي. لو كنت كمان نزلت مضاد حيوي كنت رحت في داهيه. هقول لك ليه في الاخر. ساعتها قلت لا، انا اللي هسبق الموقف، فكنت مضطر انزل بباستراسين للكوليستيريديا، انزل بفيتامين سي للاجهاد الحراري، انزل بموسع شعب للطشمه اللي عندي، وحطيت في الميه مضاد سموم بيولوجي في كميات بكتيريا نافعه تشتغل معايا في الوسط الحمضي، لان نزلت خل في الميه. فكنت بخلي الوسط الحمضي بتاعي من 4.5 ل5 ومهيئ بيئه للبكتيريا النافعه تشتغل فيها. فكان الترتيب كالاتي: نزلت بسقوه 6 ساعات فيتامين سي من الفجر، وبعدهم 6 ساعات كركديه. طبعا ان احنا في حراره، ما انا قلت لازم نلعب على كل الثغرات اللي جت، لازم تثبت دماغك، لازم تلعب على كل اشكال السبل اللي عندك في المكان. نزلت سقوه فيتامين سي 6 ساعات، نزلت سقوه كركديه 6 ساعات. ليه؟ عشان الاجهاد الحراري احنا عارفين ان الفرخ ما عندوش مسام يعرق، فكان لازم اديله ترطيبات بحيث ان انا اركن اخفف اجهاد على الفرخ. بدات انزل فيتامين السي والكركديه يعملوا لي عمليه ترطيب للطائر من الداخل. بدات احط مكعبات ثلج في الميه عشان الحراره الداخليه في معده الطائر، لان الحراره يعني الطائر ما عندوش مسام يعرق زي ما قلنا، فبنزل ثلج يظبط لي الحراره في معده الطائر عشان اوقف نمو البكتيريا اللي هي السالمونيلا والكوليستريديا اللي هو بسبب الايجاد الحراري. بدات انزل فيتامين سي، الكركديه، الثلج في الميه. كده احنا عالجنا مشكله الايجاد الحراري اللي هو ترطيب الفرخ. نخش في مرحله الكوليستيريديا بقى. انا جالي كوليستيريديا، نزلت الباستراسين بعد الكركديه. مشكله الطشمه كنت بنزل موسع شعب مع فيتامين السي بعد الفجر. نزلت الباستراسين لمده 3 ايام عشان الكوليستيريديا. نزلت مضاد سموم في ميه محمضه، درجه البي اتش بتاعها كان 4.5 او 5، واعلمك ان شاء الله في فيديوهات جايه ازاي تظبط درجه البي اتش بتاعه الميه. فلما نزل مضاد السموم في مضاد خل الطعام، لما ونزل معاه مضاد السموم البيولوجي، مضاد السموم البيولوجي فيه بكتيريا نافعه. كانت البكتيريا النافعه بتنشط في الوسط الحمضي. اخر سقوه معانا كان نظام تحميض الميه، حمدنا الميه وصلنا درجه البي اتش من 4.5 ل5، اللي هو بمقدار كان 5 سم خل وصل درجه البي اتش ل5 مثلا درجه. فكان المضاد السموم البكتيريا النافعه كانت بتنشط في الوسط الحمضي، ساعدتني ان الم السبله بتاعتي. هنا عالجت الكوليستريديا، عالجت الاجهاد الحراري، عالجت الطشمه، ومضاد سموم عالج لي السبله. وهنا الزرق بتاعي بدا يتظبط، سحب العلف بدا يتظبط، وزعت السقوه بحساب. لقيت الفراخ بتفوق وبدات ابيع الكبيره فيها، لان عند الحر زي ما قلنا شديد. بدات ابيع الفرخه الكبيره اللي هي الكيلو 900، اللي هي ال 2 كيلو، اللي هي ال 2 و100، اللي هي الكيلو 850. كل ده بقى هتبيع عشان الحر ما يدينيش على دماغي، وخصوصا ان البورصه واقعه لكن انا مضطر. ففجاه واحده لقيت الزرق بدا يرجع تاني زي الاول. انت هتستعبط معايا ايه يا كوليستريديا، يا سالمونيلا، يا ايكولاي؟ ايه شغل الاستعباط ده؟ انا لسه معالجكم اهو. وانا ببيع طبعا انا عندي زوجتي هي اللي بتذبح الفراخ وهي اللي بتنظف، فكانت كنت معرفها لما يظهر ايه في التشريح تناديلي يعني. فهي بتذبح الفراخ وبتنظف، ورتني صوره نشاط جمبورو عندي. هنا حمدت ربنا ان انا ما نزلتش بمضاد حيوي، خصوصا ان انا لو كنت نزلت مضاد حيوي وانا عندي الجمبورو كان عدم لكل الفراخ.
يبقى انا كده عالجت الحراره وعالجت الكوليسترول، كل الكلام الجميل ده عالجناه. وبدانا نبيع في الفرخ الكبير. وانا بذبح كان عندي حضانه جمبور، فلو كنت نزلت مضاد حيوي للاسهالات دي وما اتقيتش ربنا في اللقمه امانه، كان كل العلاج ده بدل ما اتعب نفسي واسهر بالليل واسهر بالنهار وابقى شغال 24 ساعه للفراخ، كان علاجه مضاد حيوي. فهنا من الواحد عشان في امانه ونيه سالكه بينه وبين ربنا، وما رضيتش اضر اللي هياكل اللقمه امانه، ما رضيتش انزل مضاد حيوي، وقلت حتى لو الدوره كلها هتموت مني. فلو كنت نزلت مضاد حيوي في حضانه الجمبور كان عدم لكل الفراخ، لان احنا عارفين ان الجمبور بيخش يعمل صوت مناعي وبيستهدف الكبد والكلى. لو بنص جنيه مضاد حيوي دخل عندي على الكبد والكلى يدمر لي الدنيا. فمن ستر ربنا ومن توفيق ربنا، مش من ده بقى، ده التوفيق، دي كده مش الخبره، من توفيق ربنا ان انا ما نزلتش المضاد الحيوي، لان كان هيعدم لي كل الفراخ. فبدات بالفعل اطلع الفرخ الكبير واطلع الدوره بتاعته قطاعي عشان البورصه واقعه. والحمد لله ربنا رضاني من الدوره، وتعاملنا معاها بذكاء وتعاملنا معاها بعقل، ما نزلناش مضاد حيوي. اللقمه امانه مضاد حيوي بعد عمر 25 لا، لو فراخك تموت وما تنزلوش. عايز تنزل مضاد حيوي طول الدوره بتاعتك 7 ايام 10 ايام تاني بعد المضاد الحيوي عشان المستهلك. لقمه امانه دي خليها حلقه في ودنك، لان التوفيق من يتقي الله يجعل له مخرجا. لولا ان انا اتقيت ربنا في موقف زي كده كان الجمبور عدم لي كل القطيع، وزي ما قلت لك هو ده راس مالي. التربيه مش كل حاجه دواء يعني. واجهاد الدواء اصلا لوحده لو كنت محمل على الدواء 5 انواع مضاد حيوي زي ما باشمهندس نمسي بيعمل كان زماني برضه في ذمه الله. فقلنا التربيه مش دواء، التربيه مش 1+1=2، مش بروتوكول، مش نظام ثابت بتمشي على درجه حراره كذا، درجه رطوبه كذا، درجه مش عارف. لا، الفرخ بيقول لك انا محتاج ايه، بتمشي مع الفرخ بعينك، بتمشي على السبله كده تعالج كل. لما شكل السبله يتغير اعرف ان ده مؤشر عندك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.